ازيكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللي حصل امبارح مع منتخب مصر ده يا جماعه ومن اللعيبه ما ينفعش تكون بدايه ان كنتوا ناويين ولا بتفكروا تاخدوا البطوله. اللي حصل ده تهريج واستهتار، وانتوا بديتوا بالاستهتار في من موزمبيق، وقابلتوا في الشوط التاني في 5 دقايق جاب فيكوا جونين. ماشي، الدفاع مش متفاهم مع بعضه، التغطيات مفيش ضغط من الرفعة الركنية. في الجون الأولاني اتلعبت في أقصى اليسار، الشناوي ملحقش يوصل لها بالإيد العكسية، بيلعب بالإيد الشمال اللي معاه، لو بالعكسية كان لحقها. دلوقتي منتخب الجزر الأخضر ولا كان بيرد كسب منتخب غانا امبارح 2-1. انتوا كنتوا خايفين من غانا اللي هتلعبوها يوم الخميس، لكن غانا دلوقتي مغلوبة وجاية عايزة تكسب، وانت مفيش حل عندك الا انت تكسب. فالماتش ده لا اما تكسبوه وتعدوا، لا اما تحجزوا عودة وترجعوا. ما ينفعش. ولازم بقى كمان محمد حمدي ده يقعد الماتش الجاي وينزل فتوح، ويقعد زيزو وينزل مروان عطية، عشان زيزو ما عملش بربع جنيه امبارح وقعد يطفش وبتاع. ماشي. كمان اللعيبة لازم تركز اكتر وتستغل الفرص، ماشي، عشان ننجز الموضوع بدري بدري كده وكمان عايزين صلاح يشارك اكتر ويكون فعال اكتر، وننزل نخلص الماتش غانا، ان غانا مش هتسكت. غانا جاية من هزيمة، وغانا هتيجي ضرب نار يوم الخميس في ماتش مش سهل. لازم نركز عشان الجزر الأخضر ولا كان بيردي الماتش الأخير ده كمان مش سهل. فلازم بقى تظهروا. يعني إذا كان موزمبيق أضعف فرق المجموعة علمت عليك وكانت هتكسبك لولا ضربة الجزاء مصطفى محمد. ماشي. ومفيش تفاهم برضو بين مصطفى محمد والناس اللي بتطلع، مثلا احمد حجازي ومحمد عبد المنعم طلعوا اتخانقوا معاه في منطقة الجزاء بتاعة الخصم، عشان مفيش كلمة بينهم، مفيش اتفاق مين اللي يطلع الاول مين اللي يعمل. فكده تهريج وما ينفعش، ولازم نركز اكتر من كده. مروان يبدأ ان شاء الله. ماشي. ويكون مكان زيزو، فتوح مكان حمدي، ونعمل فرق ان شاء الله ونظهر. مش مرموش نزل برضه عمال يلف حوالين نفسه، مش مركز مع الناس. كمان نزلت امام عاشور متأخر، امام عاشور يبقى ينزل قبل كده، يعني لو كنت عايز تلعبه. ماشي. وكل سنة وانتم طيبين. وعايزين النني كده يظهر كده، والشوطات والأهداف اللي من على بعد اللي بتظهر، زي ما حسني عبد ربه كان بيفرقع زمان في نفس المكان، ومحمد شوقي ماشي في الكاميرون وفي البرازيل محمد شوقي. فلازم الشوط اللي من بعيد نظهر كده ونركز. وكل سنة وانتم طيبين. كنتوا عايزين توصلوا اكسبوا.